انت مش هتصدق يا برنس، بيراميدز يعني علوا الميزانيه بتاعتهم لدرجه ان هي هتبقى اغلى ميزانيه واعلى ميزانيه موجوده في قاره افريقيا. بيراميدز كان بيصرف في السنه كلها كده شاكب راكب 25 مليون دولار. بيراميدز بعد ما خد افريقيا، بعد ما خلاص وصل ان هو خلاص هيروح بقى كاس عالم بقى والبطولات بقى وكل الكلام ده، بيراميدز على الميزانيه بتاعته الى 60 مليون دولار من اجل الصفقات في الموسم. في الموسم شاكب راكب بقى فرقه الكوره. فانت بتتكلم ان فرقه صعب المنافسه معاها، انت بتتكلم ان في فرقه صعب انك اساسا، يعني انت اهلي او زمالك انت يعني اخرك باين، بس دولت ايه يا باشا، علوا الميزانيه على الاخر. قال لك يا باشا اللي ينافس ينافس. فعشان كده بيراميدز مستوى وفكر الصفقات اللي هم هيجيبوها في الفتره اللي جايه مختلف عن الكل. فكر الصفقات وتكتيكهم والتفكير والتخطيط بتاع الصفقات بتاعتهم هيختلف تماما. ان هم علوا الموضوع، علوا الضعف يا باشا. لو الاهلي بيصرف مثلا 20 مليون في الموسم او يا باشا هيصرف 60، هيصرف 70، هيصرف. خلاص بقى عندهم طموح بقى، دول فعلا دلوقتي بقى عندهم طموح. لو كنا احنا بنتريق، بس هم دلوقتي فعليا بقى عندهم طموح، بقى عندهم المنافسه وعندهم كاس عالم، بيخططوا لكاس عام 2029. فخلاص بقى اي لعيب بقى نفسه يروح يلعب في مين؟ في بيراميدز. فدلوقتي خلاص فرقه ضمنت ان هي تلعب كاس العالم 2029. فيا باشا اي لعيب موجود، مش انت تلعب كاس عالم، يلا تعالى يلا بيراميدز يلا. فالمنافسه بقت صعبه يا رجاله. سلام.